إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وإن خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها المسلمون، فيقول الله جل وعلا في كتابه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. معاشر المؤمنين والمسلمين، إن الله سبحانه خلق الخلق لأجل لا إله إلا الله، ثم من أجلها أرسل الرسل مبشرين وعن ضدها محذرين، فدعوا الناس كلهم إلى لا إله إلا الله، وأنزل الكتب بالبراهين القاطعة والحجة البالغة تبين معنى لا إله إلا الله، فقامت بذلك الحجج على العباد، وشهد بها الناطق والجماد، إلا من تمرد وأبى الانقياد، ويكفيه خيبة وخسارة أن حرم لا إله إلا الله. كيف لا، وما خلق السماوات والأرض، ولا نجا من نجا يوم العرض إلا من أجل لا إله إلا الله، ولا قامت سوق الجنة والنار، ولا تميز المجرمون من الأبرار إلا من أجل لا إله إلا الله، ولا أبيحت الدماء والأموال، ولا أحبطت أعمال كثير من العمال إلا بالخروج عن حكم لا إله إلا الله، وما ذاق الماء الحميم ولا اكتوى بنار الجحيم إلا من أهمل العمل بلا إله إلا الله. معاشر المسلمين ويا أيها الموحدون، إن الكلمة التي بني عليها دين الإسلام العظيم الذي جاءت به جميع الرسل هي لا إله إلا الله. من أجلها نصبت القبلة، ومن أجلها أسست الملة. هي العهد وكلمة الحق، هي الحسنى والقول الثابت، هي الشعاع الماحق لظلام الشبهات والشهوات. وكفى بلا إله إلا الله شرفا ومنزلة وفضلا وعلو مقام أنها أعظم وأجل شهادة نوه بها وشهد بها أعظم وأجل وأعز شاهد، وهو رب العالمين. ثم شهد بها الملائكة وأولو العلم. قال عز شانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. معاشر المسلمين ويا أيها الموحدون، هذه الكلمة بها يصير مسلما من أراد دين الإسلام العظيم، فإذا نطق بها عبد عصم دمه وماله وعرضه، وكان من جماعة المسلمين، له ما لهم وعليه ما عليهم. وهذا كله إن لم يقف عند حروفها، بل فهم معناها وطبق مقتضاها. فمعنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، أي أنه لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له. وبكلمات أخر معاشر المسلمين تسهيلا للفهم، وبكلمات أخر أي أنه لا يستحق العبادة
سواء كانت عبادة القلب كالحب والبغض والخوف والرجاء، أو عبادة قول كالذكر والتسبيح والدعاء، أو كانت عبادة فعل كالركوع والسجود والطواف والذبح، كل هذه العبادة لا يستحقها إلا الله وحده لا شريك له. فالله سبحانه لا بد أن يخص بكل قصد وإرادة، وأن تنفع عما سواه من الخلق، وذلك هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله وحده لا شريك له. وبكلمات أخر معاشر المسلمين تسهيلا للفهم، وبكلمات أخر نشرح كلمة التوحيد. فكلمة التوحيد فيها نفي وإثبات، فالنفي هو قولنا في بداية كلمة التوحيد لا إله، وهذا نفي لجميع الآلهة المعبودة من دون الله جل وعلا، سواء كانت آلهة مستقلة كتعظيم الأضرحة أو المقامات والقبور بالطواف، أو اتخاذ الموتى من العظماء والأولياء وسائطا للشفاعة عند الله جل وعلا، أو سواء كان حجرا أو شجرا أو رملا أو كان جبلا أو كان ماء أو نبعا أو واديا أو نهرا، وسواء كان من الجان أو من بقايا الحيوان، فكل من قصد هذا كله للنفع أو الضر أو للاستعانة أو الاستغاثة فهو مشرك بالله الواحد الأحد. والواجب على الموحد نفيه وتركه بقوله لا إله. وأما قولنا إلا الله جل وعلا في آخر كلمة التوحيد فهذا إثبات وحصر لكل الطاعات والقربات كي تكون لله وحده لا شريك له. ولهذا قال سبحانه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وقوله سبحانه فمن يكفر بالطاغوت هو معنى لا إله، وقوله ويؤمن بالله هو معنى إلا الله. فكلمة التوحيد فيها النفي والإثبات، نفي الألوهية عما سوى الله جل وعلا وإثباتها لله وحده لا شريك له. فالألوهية معاشر المسلمين ويا أيها الموحدون، فالألوهية في قولنا لا إله هي العبادة بكل أنواعها. فعلى هذا يجب أن نعض النواجذ ونحكم العقد والحزم والربط. وما ينبغي معاشر الموحدين، وما ينبغي أن نفسر الإله من قولنا لا إله إلا الله، ما ينبغي أن نفسره بالخالق أو الرازق أو الرب أو الموجود أو الحاكم، فكل هذا ضلال مبين وغلط فاحش وانحراف صرف. لأن تفسير من فسرها بهذه الكلمات ليس خاصا بملة من الملل، فهو شركة بين جميع أديان الأرض، وليس هو من خصائص دين الإسلام العظيم، بل يشترك فيه المشركون أجمعون من اليهود والنصارى والمجوس. وحتى كفار قريش لم يفهموا هذا المعنى السقيم من كلمة التوحيد، بل إنهم قد فهموا معناها على أتم وأكمل وجه، ولكنهم كفروا به. لأن نبينا صلى الله عليه وسلم لما طلب من كفار قريش أن يقولوها رفضوا، لأنهم عرفوا أن معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله هو إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه كاللات والعزى ومناة وغيرها. لذلكم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فكلمة التوحيد معاشر المسلمين ويا أيها الموحدون، فكلمة التوحيد لا إله إلا الله من قالها على مراد الله ورسوله صار مسلما، ينتظر منه العمل الذي هو مقتضى هذه الكلمة. فمقتضى كلمة التوحيد
فمقتضى كلمة التوحيد معاشر الموحدين هو البراءة من الشرك وأهله، كما قال الخليل عليه الصلاة والسلام: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. وأما من ادعى التوحيد وقال إن المشركين أحرار في شركهم وأنه لا يتبرأ منهم، فهذا وأمثاله لا تنفعهم كلمة التوحيد لا إله إلا الله حتى يتبرأوا من المشركين ويتبرأوا من دين المشركين، كما قال الخليل وقومه فقال سبحانه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وأشد من هذا معاشر الموحدين من نطق بكلمة التوحيد لا إله إلا الله ثم ذبح لغير الله ونذر لغير الله واستغاث واستعان بغير الله وعظم القبور والمقامات والأضرحة أو زار السحرة الكفرة الفجرة كي يلوذ بهم من خصاصة، فهذا لا تنفعه كلمة التوحيد، فهذا وأمثاله لا تنفعه كلمة التوحيد ولو قالها 1000 مرة. وعن هذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن هذا خلاف المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام العظيم. ثم قال رحمه الله: فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم وهم تحت الجاحدين لها في الدرك الأسفل من النار، فلا بد من قول القلب وقول اللسان. هكذا هي كلمة التوحيد عظيمة الأمر وجسيمة القدر. ولا تظنوا أيها المسلمون ويا أيها الموحدون، لا تظنوا بأن أمور الشرك منكم ببعيدة، فإن كثيرا من الناس وقعوا ويقعون في مهاوي شديدة تقدح في لا إله إلا الله. فأين من وحد الله جل وعلا بالحب ونحن نرى الناس تفضل الشاشات على الصلاة في الجماعات؟ أين من وحد الله جل وعلا بالخوف وهو يخاف الخلق أكثر من خالقه؟ أين من وحد الله جل وعلا بالرجاء وهو يرجو الحجر والشجر أكثر من خالق البشر؟ أين من خصه سبحانه بالذل والخضوع والتعظيم له سبحانه ونحن نرى الناس يذلون ويخضعون للفاجر والكافر والساحر؟ أين من أفرض الله جل وعلا بالتوكل وفوض إليه أمره في الحقيقة وجعل عليه اعتماده؟ ونحن نرى الناس أجمعين يتوكلون على الأسباب والعلل ويتركون رازقهم وكالئهم. فاتقوا الله أيها المسلمون، فإن كلمة التوحيد لا إله إلا الله قامت بها السماوات والأرض. لا إله إلا الله هي فطرة الله التي فاطر الناس عليها. لا إله إلا الله كلمة التقوى والإسلام ومفتاح الجنة دار السلام. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى من أهل الصفا، اشتعل بهم النور ومن طفى. أيها المسلمون ويا معاشر الموحدين، إنكم لن تدركوا من كلمة التوحيد فخرها، ولن تعرفوا من كلمة التوحيد قدرها حتى تستمعوا إلى هذا الحديث العظيم
ذو المعنى الجسيم. فقد روى الحاكم في مستدركه وقال حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. فقال موسى: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. فهذا الحديث العظيم يبين ويكشف قدر كلمة التوحيد ووزنها عند الله جل وعلا. وبالتأمل في ألفاظ الحديث سنرى مليا وسيتضح لنا جليا وزن هذه الكلمة. فقول الله سبحانه: لو أن السماوات السبع وعامرهن أي وما فيهن. وهذا يفسره ما رواه الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا قال: ما بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وما بين كل سماء مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة وبين الكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء مسيرة 500 عام، والعرش على الماء، والله تعالى فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. فهذه الآثار تبين عظمة المخلوقات العالية وتباعد ما بين أجرامها. قال وعامرهن. كذلك يفسره حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطت السماء وحق لها أن تعط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى. هذا هو عظام السماوات السبع مع البحر الذي فوقهن مع الملائكة الساجدة. لو وضعت في كفة ووضعت كلمة التوحيد لا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. فاعتبروا واتعظوا معاشر الموحدين. فقد قال ابن رجب رحمه الله تعالى في رسالته كلمة الإخلاص، قال: إن كلمة التوحيد هي ثمن الجنة، ومن كانت آخر كلامه دخل الجنة. توجب المغفرة وهي أحسن الحسنات قاطبة، وتجدد ما درس من الإيمان في القلب، وتحرق الحجب حتى تصل إلى الله جل وعلا. وهي الكلمة التي يصدق الله قائلها، وهي أفضل الأعمال وأكثرها تضعيفا. تعدل عتق الرقاب وتكون حرزا من الشيطان الرجيم، وهي أمان من وحشة القبر وهول الحشر، وهي شعار المؤمنين إذا قاموا من قبورهم. كما أنها معاشر الموحدين، كما أن كلمة التوحيد تفتح لقائلها أبواب الجنة 8 حتى يدخل من أيها شاء. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك وأنت أكرم من سئل. اللهم واجعلنا من الموحدين، اللهم واجعلنا من عبادك الموحدين، اللهم واجعلنا من عبادك الموحدين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أصلحنا وأصلح أحوالنا، اللهم أصلحنا وأصلح أحوالنا، اللهم أصلح والي أمرنا وهيئ له بطانة صالحة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. اللهم احفظ بلدنا، اللهم احفظ بلدنا
من كيد الصهاينة وأذنابهم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.